يا مساء الفل، يا مساء الجمال، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة. النهاردة بقى من مطبخ ماما عبير جايبالكوا طريقة عمل السبانخ. هنعملها بطريقة سهلة جدا جدا وبسيطة، حاجة كده تفتح القلب، وكمان مغذية جدا جدا وبأقل التكلفة. طبخة اقتصادية. هتعملوها بجد بجد هتدفيكم في الشتاء، خصوصا الأيام اللي احنا بنعيشها ديت تلج، يعني الجو بارد جدا جدا، فعايز طبعا خضار حلو في كل، يعني في كل الفيتامينات، علشان يمدنا بالطاقة والحيوية. زي ما انتوا شايفين كده، شايفين بقى السبانخ حاجة كده عظمة عظمة عظمة، اللحمة المفرومة حاجة كده يعني ما اقولكمش. يلا نسمي الله وندخل نعرف الطريقة ونشوفوا المقادير. ما تنسوش بقى تحطوا اللايك. معايا هنا ربع كيلو لحمة. عملنا فرح بربع كيلو اللحمة ديت النهاردة. أول حاجة جبنا السبانخ، طبعا السبانخ لازم نجيبوها طازة. جبت طبعا السبانخ، وزي ما انتوا شايفين كده معلومة مهمة جدا 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 عن السبانخ. احنا عشان نعمل سبانخ وناكلوها، أهم حاجة في الشغل كله غسيل السبانخ. إحنا عارفين إن السبانخ يعني محصول شتوي، فطبعًا بيبقى كُلّه طينة، فعايز يتغسل كويس. أنا باجيب هنا زي ما أنتم شايفين، أنا طبعًا باقطّع الجدر من فوق كده، ولو في أي عُشب بايظ باشيله، وبعد كده باجيب بلاستيكاية واسعة كده زي ما أنتم شايفين، وباحُط فيها السبانخ كُلّها. وباشغّل عليها الحنفية كده، بتبقى مَيّة جارية، علشان بُصّوا الطينة، الطينة فظيعة. أنا غسلتها بالورقة، يعني السبانخ دايمًا علشان أجيبها ويعني واطبخها، أهم حاجة عندي الغسيل مش الطبيخ. أهم طبيخ السبانخ سهل جدًا، 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 لكن الغسيل هو اللي صعب. يعني ممكن في سِت لمّا تيجي تطبخ ما بتحبش تغسل كتير، لأ، السبانخ عايزة غسيل كتير، كتير. بُصّوا، أنا غيّرت المَيّة، هاغيّر المَيّة، يعني المَيّة بتاعتها هاغيّرها 5، 6 مرّات كده، زي ما أنتم شايفين، أنقعها واشيلها واغيّر المَيّة، أنقع واشيل واغيّر المَيّة كده لغاية ما المَيّة تبقى بيضا خالص، وما فيهاش لا طينة ولا فيها رملة ولا فيها أي حاجة. زي ما أنتم شايفين، بُصّوا المَيّة روبة، مَيّة طينة. طبعًا باكُبّها، بافضّي المَيّة ديّة. بُصّوا شايفين الطينة تحت، حاجة يعني تجيب أمراض يعني، لو ما اتغسلتش كويس هتعمل حصاوي على الكلى وهتبقى مشكلة. فإحنا عايزين يعني يا ريت حتى البنات والستات اللي بيشتروا سبانخ مجمدة، يا ريت ما تجيبوش مجمد، لأن المجمد طبعًا أنا مش عارفة طبعًا المصنع اللي عاملها غاسلها كويس والّا لأ. حتى لو دخلت مراحل تجفيف ومراحل تنضيف وكده، برضه أنا ما اثقش إلا في إيدي هي اللي أثق فيها عملت الحاجة كويسة والّا لأ. زي ما أنتم شايفين كده، بُصّوا المَيّة بقت بيضا إزاي، يعني أنا فضلت وراها لغاية ما خلّيتها قشطة وشمعة منوّرة، زي ما أنتم شايفين كده. بعد ما نشلتها من المَيّة واتأكدت إن ما فيهاش لا طينة ولا فيها أي حاجة، وجميلة جدًا ونضفت من الطينة، بانشلها من المَيّة شوية لغاية ما تتصفى كده. وبعد كده بامسك السبانخ باقطّعها عادي جدًا أكنّي باقطّع سلطة، زي ما أنتم شايفين كده بالسكينة، وباقطّعها خالص. وباجيب البلاستيكية اللي أنا كنت شغّالة فيها باغسلها كويس أوي. بُصّوا شايفين الورقة جميلة جدًا، الورق بتاع السبانخ لسه فريش كده، جايباها من الفلاحين، حاجة كده عظمة. زي ما أنتم شايفين أنا خلّصت الكمية اللي عندي، هاجيب بصلتين بقى أقطع البصلتين. هنشتغل بقى، عايزين تفرموا البصل افرموه، عايزين تقطّعوه يعني تقطّعوه براحتكم خالص. زي ما أنتم شايفين كده، أنا باقطّع البصل بالسكينة، هافرمه بالسكينة يعني. بصلتين حلوين كده يكونوا يعني عندكم. أنا باحب أوي البصل الأحمر دهوّة، يعني بيبقى طعمه حلو أوي في الطبيخ غير الأبيض. أنا بقى هنا هاجيب شوية زيت،
وهاشتغل بقى بالسمنة اللي أنا فاكرين الدهون اللي أنا سيّحتها من يومين، عملت لكم فيديو بيه وقُلت لكم إن الدهون دي كويسة، دهون مُشبّعة وحلوة أوي للطبيخ. هاستخدم معلقة مع شوية زيت بسيط كده ويعني ما تكتّروش، وباقلّب كويس لغاية ما البصلة تتشوّح معايا كويس أوي. زي ما أنتم شايفين كده ال ربع كيلو اللحمة، مش عايزة حد يتريق خلاص يعني الدنيا باظت يعني، ربع كيلو اللحمة دُولة يقضّوا 5 أفراد، 6 أفراد، والكل هياكل ويحمد ربنا وهيشبع ويملى بطنه. زي ما أنتم شايفين كده باشوّحها كويس مع البصل، و طبعًا أنا مش هانزّل البهارات دلوقتي، أنا ممكن هاحط شوية كده فلفل أسمر علشان خاطر يعني مع اللحمة تدّي ريحة كده حلوة، ولو فيها زفارة أو كده بتطير مع الفلفل الأسمر، بتبقى حلوة أوي. باقلّب كويس أوي زي ما أنتم شايفين كده، ومش هاكتّر خالص البهارات، أنا يعني مع السبانخ أنا عايزة بُصّوا أنا حطيت هنا معلقة فلفل أسمر، أنا السبانخ ما باحبش عليها بهارات خالص. عايزة أقول لكم كمان إن أنا قطّعت حزمتين كزبرة خضرا مع ال مع السبانخ، يعني بتبقى يعني الكزبرة الخضرا دي بتدّي طعم جميل جدًا مع السبانخ. اللي ما عندهوش كزبرة خضرا ممكن يضيف كزبرة ناشفة عادي، أنا باضيف الاتنين، يعني أنا باضيف كزبرة خضرا وباضيف كزبرة ناشفة، بتدّي للسبانخ طعم جميل جدًا، جدًا، جدًا. زي ما أنتم شايفين كده أنا مش هاضيف مَيّة خالص، مش هاضيف مَيّة خالص، أنا باقلّب كويس أوي، هي السبانخ أصلًا دي ورقيات، فهي بيبقى كلّها سوائل من جوّه، فهي هتنزّل السوائل اللي فيها، وباقلّب كده، باقلّب كويس أوي، وبعدين بعد كده بعد ما شوّحت بقى السبانخ مع البصلة مع اللحمة وكده، شوّحتهم كويس أوي، ب باكون محضّرة عصير الطماطم، إحنا عارفين إحنا في الشتا والطماطم اليومين دُولة مش حمرا، بس أنا مش باحب الطماطم كتير في السبانخ، أنا باحب السبانخ تبقى يعني إيه، خضرا كده، يعني هي كده لمّا بتستوي بتغمّق سِنّة. أنا هنا غسلت الرز وضِفت نُص كيلو، ضِفت عليهم كوبايتين مَيّة، وحطيت نُص معلقة ملح وحبّهان، وحطيت شوية زيت ما حطيتش لا زبدة ولا سمنة ولا أي حاجة، شوية زيت بسيطة جدًا، ممكن أنا ساعات باعمل الرز من غير دهون، عشان لمّا باعمل دايت ما باحبش الدهون في الرز. زي ما أنتم شايفين كده معايا راس توم كبيرة مع قرن فلفل شطة محترم كده، هاضربهم في الكبة علشان خاطر أنزل بيهم زي ما أنتم شايفين كده، أنزل بيهم على السبانخ، بتدّي طعم رهيب وجميل جدًا للسبانخ، زي ما أنتم شايفين كده. اللي مش حابب يحط يعني الشطة دي ما يحطهاش، معايا هنا ملح وكزبرة ناشفة، ومعايا بهارات، ومعايا مرقة دجاج، فص كده حبهان، وباقلّب كويس أوي، وبعد كده بُصّوا أنا ما حطيتش مَيّة خالص، زي ما قُلت لكم إن هي يعني بتنزّل السوائل اللي فيها، بعد كده باغطّيها والرز أهو استوى معانا، هاسيبه بس يتشرّب شوية، وبعد كده أنا هنا كنت عاملة معاكم الزيتون الجميل ده، كنت شايلاه قُلت هاكله في رمضان، بس قُلت بقى يعني إيه، عيني راحت عليه وقُلت إيه، أطلّع منه وآكل، زي ما أنتم شايفين كده شكله تحفة وطعمه جنان، خطير. باتمنى لكم السعادة، باتمنى لكم التوفيق يا رب. كانت معاكم عبير العمراوي والسلام عليكم.